بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد شهور السنة months of the year، شهور السنة. تعال نقرأ مع بعض شهور السنة. نخلي بالنا أول حرف في شهور السنة capital، أول حرف في شهور السنة capital. هسمعها شهر يناير هسمعها بنطقين، إما جانيواري أو دي يعني واحدة بالأمريكان واحدة بالبريتش. دي بالأمريكان جانيواري، ممكن أسمعها جانيواري صح. جانيواري، فبراير، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، أغسطس، أو ممكن أسمعها أوغست. سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. في حاجات نطقها شبه بالعربي، في حاجات نطقها شبه العربي، بس أنا هقولها إيه زي ما انا عامله لكم الفيديو بتاع الحفظ وازاي نكتبها. تمام، نسمعه كتير عشان نعرف نكتبهم وازاي نحفظهم. بس خلي بالي من شهور السنه ان اول حرف فيها كابيتال. تاني جانيواري، جانيواري، فبراير، ممكن اسمعها جانيواري فبراير، يعني اسمعها كده او كده. جانيواري، فبراير، مارش، April، May، June، July، August، September، October، November، December. أهم حاجة وأنا بقرأهم أعرف إن أول حرف فيهم كابيتال. تعالي دلوقتي نقلب الصفحة. بيقول لنا إيه؟ Which months are special؟ يعني أي شهر من الشهور دي أنت بتفضليه، يعني انت شهر هو اللي انت بتحبيه. تمام، هتقولي ايه؟ my favorite month is January. my favorite month، الشهر المفضل بتاعي is يكون January. وتقولي لي السبب because لأن it's my birthday، لأن it's my birthday عيد ميلادي. يعني الشهر ده البنوتة دي الولد ده بيقول أنا بحب شهر جانيواري عشان هو شهر عيد ميلادي. It's my birthday. It's my birthday. And we have a special party. We have a special party. إحنا بنعمل a special party، حفلة خاصة اللي هي حفلة عيد الميلاد. يبقى انت تعرفي الشهر اللي انت مولوده فيه شهر ايه. لو قلت يناير او جانيواري. تمام. انا ايضا love May. انا كمان بحب شهر مايو. ماي والام كابيتال. this year's، هذه السنه بيحب الشهر ده السنه دي. ليه؟ because لأن we have عيد الفطر. عندنا ايه؟ عيد الفطر في الشهر ده. هنا قال ان هو بيحب شهر ماي. ليه بقى السنة دي؟ عشان موجود because لأن we have عيد الفطر، عشان هيبقى في شهر ايه؟ الشهر ده عندنا عيد الفطر. عيد الفطر وعيد الفطر بتاعنا الاي كابيتال والاي كابيتال والاف كابيتال. نخلي بالنا من التفاصيل دي. تمام. طيب شهر بقى يوليو، جولاي and August، شهر يوليو وأغسطس are also fantastic months، شهور رائعة جدا. ليه؟ for me. ليه؟ my grandparents، جدو وجدته come to see us، هيجوا عشان يشوفونا. come to see us، هيجوا عشان يشوفونا. يبقى هو قالك هنا الشهور اللي هو بيحبها. قالك الشهر المفضل بالنسبة له شهر بتاع عيد ميلاده، وكمان بيحب شهر السنة دي ماي عشان هيجي فيه عيد الفطر، وكمان بيحب جولاي وأوغست عشان ايه؟ دول جدته وتيتا وجده هيجوا يزورهم الشهر ده. تمام. تعال نشوف السؤال ولازم نحفظه كويس ونعمل مهم. أنا لما أحب asking about favorite month، لما أحب أسأل عن الشهر المفضل عندك هقول إيه؟ What's your favorite month؟ What's your favorite month؟
What's your favorite month؟ ايه هو الشهر المفضل بالنسبة لك؟ هتقولي ايه؟ What's دي هتشيليها، وعارفة your favorite month هتقولي ايه؟ My favorite month is. My favorite month is. شهر المفضل يكون، وتقولي لي الشهر بقى اللي انت حفظتيه. My favorite month is. شهر المفضل بتاعي يكون September. ده بالنسبة لها. تمام؟ طيب أنا عايزة أتحدث ليه الشهر ده مفضل. يعني أنت هنا رد الولد وقال my favorite month is September. طب ليه؟ why؟ لماذا؟ ليه هو عندك مفضل؟ هقول إيه؟ because أهو I like February. أنا بحب شهر فبراير because لأنه it's cold. عشان هو برد. أنا بحب السقعة مثلا، أنا بحب السقعة ما بحبش الحر، فعشان كده بحب إيه؟ شهر فبراير عشان إنه إيه؟ because it's cold. عشان هو بارد، عشان هو بارد. لازم أقول because وتقولي لي السبب. بعد because تقولي لي السبب. تمام؟ طيب I love April يعني هو غير لك، لا هتقولي my favorite month is وتقولي لي كده because يعني تقولي ده وجنبها because اللي هي السبب، أو تقولي I like February because وتقولي لي السبب، أو تقولي I love April أنا بحب شهر إبريل because وتقولي لي السبب. يعني love I like تمشي معاكي وتقولي الشهر جنبيها. I love تمشي معانا ونقول April شهر جنبيها، وبعد ما أكتب الشهر أكتب كلمة because. My birthday is in April. اشمعنى الشهر ده أنا بحبه؟ My birthday عيد ميلادي is يكون في إبريل in April. وهنا حرف الجر in جاي بعد الشهور. نخلي بالنا عندي حرف الجر on وده بيجي بعديه أيام الأسبوع، وحرف الجر in وده بيجي بعديه الشهور. يبقى أنا لو بتكلم على شهر لازم أحطه قبليه in April in September in October وهكذا. لو بتكلم على أيام الأسبوع اللي هي Saturday Sunday أقول on Saturday on Sunday وهكذا، عشان كل فترة زمنية محتاجة حرف الجر اللي هو بتعوزها. تمام؟ لازم نعمل على دي حفظ. What's your favorite month؟ أعمل عليها حفظ كويس. My favorite month اللي باللون الأسود أحفظها كويس، عشان اللي باللون الأحمر أنا هشيلها وأحط مكانها الشهر اللي أنا بحبه. تمام؟ أهو أنا ليه بحب I like February، يعني هنا أنا بشيل فبراير وأغير because it's cold. تمام؟ بتقول إيه؟ نقلب الصفحة اللي بعديها بعد ما نحفظ الكلمات اللي فوق ده. هيبقى homework لأن إيه؟ لازم تحفظي الأول الكلمات. طيب بيقول هنا إيه عندي؟ My favorite إيه is October. أكتوبر ده إيه؟ day يعني يوم ولا month ولا year سنة؟ شهر أكتوبر. My favorite إيه؟ إحنا بنقول شهر أكتوبر شهر. كلمة شهر يعني إيه؟ month. كلمة شهر يعني month. كلمة شهر يعني month. تمام؟ أداة استفهام إيه يا ترى؟ when يعني متى؟ when يعني متى؟ ولا where يعني أين؟ where يعني أين؟ ولا what يعني ماذا؟ أنا عايزة أعرف أنا دلوقتي هستخدم أنهي أداة استفهام على بقية السؤال. تعالوا نقرأ بقية السؤال. إيه is your favorite month؟ It's November. يبقى هنا أداة استفهام إيه؟ when is your favorite month؟ مش حلو. where is your favorite month؟ ولا what is your favorite month؟ أداة الاستفهام هتبقى عندي إيه؟ What is your favorite month؟ What is your favorite month؟ طيب تعال نشوف نمبر 3. My birthday عيد ميلادي. My birthday عيد ميلادي is يكون in في. طالما قال لك in يبقى هتقولي عيد ميلادك في شهر ايه؟ April ولا season يعني موسم؟ السيزون ده مرتبط بالشتاء بالصيف بالربيع بالخريف، ملوش دعوه بالايه بالشهور. ولا كلمه Friday يعني يوم الجمعه. عيد ميلادك هيبقى مرتبط بالشهر. طالما قال لك in يبقى عايز ايه؟ عايز شهر. مش احنا اتفقنا ان الشهور بتحب حرف الجر in قبليها؟ يبقى هنا هقول عيد ميلادي في شهر ايه؟ My birthday is in
لا ابريل هنا، ابريل انا بختار من هنا ابريل. طيب عندي كلمة فانتاستيك رائع، سبيشال بارتي حفلة خاصة، فانتاستيك رائع، سبيشال بارتي حفلة خاصة، ماي شهر مايو، وبيرث داي. الفقرة اللي قرأناها طلعنا منها شوية كلمات فوق عشان نحطها تاني في المكان بتاعها. طيب my favorite month is January because it's my ايه؟ أنا شهر المفضل عندي هو يناير. عشان ايه؟ it's my ايه؟ لأن هو ايه؟ it's my اختار ايه من فوق؟ it's my birthday عشان هو عيد ميلادي. انا بختار الشهر ده عشان اشمعنى؟ it's my birthday عشان هو عيد ميلادي. and we have يعني هنقيم، عايزة هنقيم حفلة خاصة. we have ايه؟ we have ايه؟ نقيم حفلة خاصة، هنعمل حفلة خاصة. we have a special party. نقول مع بعض we have a special party. we have a special party. we have a special party. هنعمل مع بعض حفلة خاصة. نخلي بالنا. I also أنا أيضا. I also أنا أيضا love بحب. بيحب يبقى بيحب شهر، يعني I love يحب حاجة معينة، شهر معين. يبقى احنا خلصنا special وخلصنا ايه birthday. يبقى بحب شهر ايه؟ مين اللي موجود؟ كلمة fantastic ولا ماي؟ أنا بحب شهر ايه؟ ماي، مايو. ماي، مايو. يبقى I also أنا بحب، I also love أنا بحب أيضا، also يعني أيضا شهر مايو. This year هذه السنة because لأن we have إحنا عندنا هنعمل إيه؟ عندنا إيه في الشهر ده؟ إشمعنى؟ عيد الفطر. عندنا عيد الفطر. July and August are also شهر جولاي وأوغست اللي هو أغسطس are also هو أيضا يكونوا إيه؟ اتبقى كلمة fantastic رائعين حلوين. fantastic ليه؟ عشان الكلام هنا مش واضح قوي. نجيبها من الفقرة. for me بالنسبة لي my grandparents عشان جد وتيتا come to see us. come هيجوا to see us عشان يشوفونا. to هنا لكي، see us يشوفونا، see us يشوفونا. تمام؟ نرتب الجمل لو كانت واضحة عندك. عندي جولاي my month favorite is. هقولها ازاي؟ هدي ثواني ونعرفها. my ايه؟ my ايه؟ ايوه my ايه؟ my بتحب جنبها حاجة. my favorite ايه؟ الشهر المفضل. شهر المفضل my favorite month is. my favorite month is. my favorite month is July. شهر المفضل يكون جولاي. تمام؟ يلا نعمل السؤال. is أيوة عايزين نرتب مع بعض السؤال التاني. is what your favorite month. what هتيجي جنبيها is على طول. what هيجي جنبها ايه؟ is. what is your favorite month. your favorite month ايه عيد ميلادك المفضل؟ لازم احفظ السؤال والإجابة. what is your favorite month. what is your favorite month. لما اجي اجاوب اقول it's انه يكون واكتب هنا الشهر. لما اجي اجاوب اقول it's انه يكون، it's انه يكون واكتب هنا الشهر واحط فول ستوب. خلاص؟ طيب lesson 2 تعال نشوف بيحكي عن ايه. بيحكي عن النتيجة بتاعتي. النتيجة يوم 1 في الشهر. مش احنا اخدنا الشهور وعرفناها؟ لازم نعرف 1 في الشهر يعني ايه، 2 في الشهر. انا عاملة ليها برضو فيديو تتفرج عليه بس هنقولها على السريع. 1 في الشهر ما بقولش 1 في الشهر، بقول عليه first واعمل له اختصار. اكتب رقم 1 و ST اخر حتة. انا هكتب الحتت الملونة اللي في الاخر. طالما كتبت نمبر 1 و ST ما اقولش عليها 1 ST، لا اقول عليها first. دي على بعض اسمها first. الرقم 2 و ND يعني second، يعني الثاني، الأول من شهر مايو، الثاني من شهر مايو وهكذا. الثالث ما بقولش 3، ما بقولش 4 في الشهور، أمال بقول إيه؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس وهكذا. فعشان أقول لك إن ده ماهوش 1 زي 1، لو كان 1 زي بتاعنا هكتبه كده، لكن أنا 1 وحطيت ST آخر كلمة في كلمة first، آخر حرفين، عشان أقول لك ده الأول. أقول ما أقولش عليها 1، أقول عليه first، second، third،
ليه يا مس؟ عشان كاتب لك حروف اهي letters فوق جنب الثلاثة ار دي اهي، ما تقوليش عليها 3، ما تقوليش عليها 3 ولا عليها third. fourth بعد كده هضيف تي اتش. fifth sixth seventh eighth ninth tenth، يعني العاشر من شهر كذا، 11 من شهر كذا، شهر يناير، يعني اليوم الحادي عشر، احنا بنقول كده في الشهور. تمام. 11th 12th 13th 14th، يعني الرابع عشر من شهر يناير مثلا. ما بقولش 14، ليه؟ لأن محطوط جنبها تي اتش، اسمها الرابع عشر. 15th 16th 17th 18th وهكذا 19th 20th. تمام؟ طيب أنا خلصت هنا، أرجع تاني أقول ال 21 أقول إيه؟ 21st، ما أقولش 21 لأن دي مش فيرست، مش 1. ليه مش 1؟ لأن مكتوب جنبها اس تي. دي 21، دي 21st، لأن الواحد اللي جنبه اس تي معناها فيرست. ها 22nd لأنها جنبها 2. 23rd اللي هي الثالثة والعشرون. 24th الرابع والعشرون، بنقول كده. 25th الخامسة والعشرون من شهر كذا، فأنا ما بقولش 25، اسمه كده الخامس والعشرون. شفت الحركة دي الكلام ده؟ لأن لو قلت 25 هتبقى إيه؟ 25، لكن المنظر ده 25th لأن 5 اللي عليها الحركة دي اسمها 5th، فقلت 25th وهكذا لحد ما أوصل ليلة 31. 30 يعني إيه؟ 30، ودي واحد جنبيها الإس والتي، يبقى 31st. ما أقولش 31، دي اسمها 31 ودي اسمها 30، اختصار لكلمة فيرست. دي اختصار لكلمة فيرست. ها لحد هنا وقف، لأن الشهور عندي فيها كام يوم؟ 31 يوم، وفي شهور 30 يوم، وشهر فبراير هو اللي فيه 28. يبقى هنا أعيد تاني الحتة دي، أنا بنطقهم عادي 27 27. في النتيجة ما تبقاش كده، لأن هيبقى كده أهو، وال7 هتحط جنبيها تي اتش، فدي ما بتبقاش 7. When is your birthday؟ امتى عيد ميلادك؟ لازم احفظها كويس قوي. When is your birthday؟ When is your birthday؟ امتى عيد ميلادك؟ When is your birthday؟ طيب انت هتقولي لي ايه؟ مش هتقولي لي الشهر ولا هتقولي لي الشهر واليوم؟ لو هتقولي لي الشهر هتقولي لي it's in اكتوبر والتي والاو كابيتال. تمام؟ هقولها اهي ثانية واحدة. لو هتقولي لي الشهر بصي معايا، لو هتقولي لي هو في شهر اكتوبر it's in أكتوبر. لو قلت لي بس الشهر هتقولي it's in أكتوبر. طب لو قلت لي الشهر واليوم، يوم كام في الشهر؟ شوفي it's on، ساعتها حرف الجر هيتغير من ان الأون. ليه؟ لأن أكتوبر جاي جنبيها أيام، شهر وجنبيه أيام، يغير لي حرف الجر. يبقى أنا لو هقول أكتوبر وقف، هقول it's in أكتوبر. هنا في أيام؟ ما قلتش هنا أيام، لكن هنا قلت أيام. حصل أهو 31 من شهر أكتوبر. طالما حطيت جنب الشهر أيام، طالما حطيت جنب الشهر أيام هاخد حرف الجر on. لو قلت أكتوبر بس هاخد حرف الجر in. لو قلت أكتوبر وأيام هاخد حرف الجر on. السؤال when is your birthday؟ when is your birthday؟ امتى عيد ميلادك؟ هتقول لي شهر it's in أكتوبر واستسكت، هتاخد حرف الجر in. طب هتقول لي شهر وأيامه، يوم كذا في شهر كذا، it's on أكتوبر 31st، واقرأها كده. تمام؟ أهي هنا بقى سبتمبر عندي جنب أيام ولا مش جنب أيام؟ سبتمبر عندي جنب أيام ولا مش جنب أيام؟ سبتمبر وأيام، يبقى هنقول هنا أهو it's on September 28th. It's on September 28th. ليه ما أخدتش حرف الجر in؟ لأن سبتمبر عندي جنبيه أيام. تمام؟ أكتبها إزاي؟ it's و on، أكتب الشهر واليوم.
اكتب، احنا عندنا بنكتب اليوم الاول وبعدين الشهر. في الانجليش هنا بكتب الشهر الاول وبعدين اليوم. تمام كده؟ طيب تعال نشوفها كده هناك. نقلب الصفحة مع بعض. When is your birthday? When is your birthday? امتى عيد ميلادك؟ It's on وحط التاريخ. When is your birthday؟ كاتب لي 10 في شهر مارس. It's on اهو، شايفة؟ كاتب لي الشهر وبعدين اليوم والتي اتش. It's on March واحط 10th، اقول 10 واحط تي اتش جنبيها 10th. When is your birthday؟ It's on كاتب لي August و21. طالما شفتها في النتيجة ما اقولش عليها 21، في النتيجة اقول عليها 21. يعني ايه؟ ال21 تقريبا كده بتتقال بالعربي. تمام؟ يبقى انا بعمل ايه؟ on والشهر واليوم، in والشهر بس. on والشهر يعني حرف الجر امتى باخده on؟ لما يكون في شهر وفي يوم. حرف الجر اخده in امتى؟ لما يكون في شهر بس. on والشهر والايام، on والشهر والايام، in والشهر وبس، in والشهر وبس. هنعيد مع بعض ايام الشهور عشان نعرف نحفظهم. January February March April May June July August September October November December. كل الصفحة اللي تحت ده احنا اخدينه بالعربي. January February March April May June July August September October November December. تمام؟ وبكده أكون خلصت معاكم شرح الشهور والأيام بالمختصر. هسيب لكم اللينك بتاعها بالتفصيل تسمعوه وتحفظوه كويس جدا. أهم حاجة تعرفوا السؤال اللي موجود عندكم في الجزء ده، تعرفوا إزاي تجاوبوا عليه. يا ريت نقرأ الفقرة دي 3-4 مرات، لأن دي ممكن تجيلك إزاي تكتب لي عن الشهر المفضل، عن الشهر المفضل عندك. لازم تكون عارف تقرأها كويس وتعرفها كويس. إن شاء الله هنعمل مع بعض الباراجراف. لو أنت بتسمعني لأول مرة اضغط على الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي بعد كده. سلام عليكم.